السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات كما كتشوفوا اليوم جبتكم واحد الكيكة الصراحة رائعة جدا وكتستحق التجربة ونتمنى تعجبكم. ويعني هي الكيكة البسيطة العادية بالكريم كراميل، والصراحة اش غنقول لكم كتجي رائعة جدا. وكيف ما كتشوفوا يعني التقطيعة ديالها وهذه كتجي فازقة من داخل، ونتمنى تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء. وفضلا وليس امرا شاهدوا لي واخا غير 2 دقائق من الفيديو باش اللايك كيتثبت باش ملي كتخرجوا ما كيخرجش معاكم. ودابا غادي ننتقلوا مع المقادير. وفي المقادير عندنا 150 غرام د الدقيق ما يعادل 2 كؤوس العنبه، 100 غرام السكر ما يعادل كاس يعني تقريبا عامر ماشي عامر، 65 مليلتر د الحليب ما يعادل نص كاس، 4 البيضات، 65 مليلتر د الزيت ما يعادل نصف كاس، 14 غرام د كاكاو بودرة يعني ما يعادل 3 ملاعق، واحد الخميرة الكيماوية اللي فيها 15 غرام. اختياريا كتزيدوا واحد الملعقه صغيره من بودره الكاكاو المر باش كيعطي لكم ديك اللون الغامق، وواحد الفاني. ونبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنقوم بها كنخلط ديك السكر والبيض، كنخلطهم 1 2 دقائق تقريبا، وكنزيد عليهم الفاني كما كتشوفوا الخنيشه د الفاني. وملي كنخلطهم كنزيد الزيت والحليب. انا عملت الزيت والحليب كنطربهم واحد شويه يعني ما كتحتاجش تطرب بزاف. ودابا كنزيد المواد الجافه اللي هما الدقيق والكاكاو والخميره، بيكين باودر فيها 15 غرام. وهاد الكيكه كتجي حلوه لان يعني كتسقى بكريم كراميل، وكريم كراميل حلو. وزيادة على ذلك يعني في هذيك غاناش د الشوكولات حتى هو حلو. ولهذا اللي ما كتعجبوش الحلاوه بزاف ينقص السكر، يعمل غير نص كاس د السكر. وكندوز نخلطهم كما كتلاحظوا يعني الكاكاو ديالي فيه مكور. يعني الحاجات الصراحه فحال الطحين بحال هادشي هذا من الاحسن تغربلوه باش ما كيبقى لكمش ديك الكويرات د الطحين في الكيكه. وكيف ما قلت لكم انا بغيته باللون غامق، يعني كنزيد واحد المعلقه د كاكاو مر. هذا يعني اختياريا، اللي ما عندوش ما كاين مشكل، واللي ما بغاش يزيدو ما كاين مشكل. هذا غير انا بغيت يجيني اللون ديك اللون كحل في الكيكه، ما بغياش يعني يجي لي اللون غير بني، خصني يجيني قوي. ودابا كنحطو في القالب يعني قالب عادي. وكان نعملو في الفران النار غير من التحت، ما تعملوش النار من الفوق، النار غير من التحت. وملي كطيب الكيكه صافي يعني كنخرجوها، كتعطل واحد ما بين 20 دقيقه ونص ساعه على حسب الفرن. النار خصها تكون مهيله، انا النار في الفران كنعملها على 160 درجه. ودابا الكيكه ديالنا ها هي طايبه كما كتشوفوا، وكندوز نحضر الكراميل. وفي الكراميل عندي الكاس د السكر والكاس د الحليب. اول حاجه كنعمل ديك السكر في واحد الكاسرونه يكون ما فيها حتى نقطه د الماء، لانه الا عملتوا الماء غادي تحجر معكم الكراميل. كنبقى نخلطو هيدا ملي كنشوف من التحت داب كنبقى نخلطو هيدا بشويه بشويه حتى كيذوب لي. ومن بعد كنزيد عليه الكاس د الحليب سخون، ما تعملوهش بارد لانه الا عملتوه بارد كيتحجر الكراميل، ومن بعد يعني فيه الصعوبه باش يذوب لكم. يعني من الاحسن اعملوا الكاس د الحليب سخون ملي يسخن، هذا ملي يذوب هذا السكر مزيان ويرجع كله يعني بهذا اللون هذا اشقر، كتزيدوا عليه الكاس د الحليب سخون، وكتبقاو تضيفوه بشويه بشويه. لانه الا ضفتوه
يعني بالجهاله غيمكن له يطير فيكم، والحريق ديالو يعني صعيب شويه، الحريق الكراميل. وكيف ما قلت لكم الحليب سخون وكتضيفوه بشويه بشويه باش ما كيتحجرش معكم ديك الكراميل. ضروري الحليب يكون سخون، الا كان بارد عيرجع لكم يعني عيتحجر يعني ديك الكراميل كيجمد ما كيبقاش في دايب. بشويه بشويه كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. انا البوطه ديالي ما كتنقش يعني بزاف، يعني واخا يعني ضد الضوء واخا كنحاول نقصها ما كان هذيكش. مره كنعلي الكاسرونه مع البوطه، مره كنعليها باش ما كي ملي كتضيفوا الحليب كتخلطوا هيدا غير واحد جوج دقائق صافي يعني، وكتزولوه مع البوطه. كيف ما قلت لكم انا مع يعني البوطه عندي ضد الضوء ما يمكنليش نقص العافيه، كتبقى العافيه فيها هي هذيك. كراميل كندوز نصغبو حتى كنخرج الكيكه من الفران، لانه الكيكه خصها تكون بارده والكراميل سخون. ما يمكن لكمش يعني تعملوها بجوج بهم سخونين. ودابا كندوز نتقبها هيدا كما كتلاحظوا بواحد المتشك ولا العويد اللي عندكم، وكتفرغوا عليه هذيك الكراميل باش كتشربوا. الصراحه كتجي لذيذه بزاف هاد الكيكه هذه. انا العيال عجباتهم يعني في ولادي الصراحه عجباتهم بزاف. وإلا جربتيها عاد استغني على الكيكات اخرين اللي كنعملي دائما، لانها الصراحه سهله جدا والمذاق كيجي فيها رائع جدا. وملي كنسقي الكيكه ديالنا ونخليها على جانب كندوز نحضر الكاناج. كاناج اختياريا، هاد الكيكه يمكن لكم داكلوها غير هيدا غير بهذه. والكاناج فيه 200 مليلتر د القشده الطريه و200 غرام د الشوكولاط. كنسخنوا ديك القشده الطريه وكنخوي فيها ديك الشوكولاط ونخليوه واحد جوج د الدقائق هيدايا حتى كيرطب، ومن بعد كندوزو نحركوه. الكناجي الا خويتوه على الكيكه سخون كتشرب ديك الكيكه. يعني انا الصراحه جربته على جوج د الطرق، جربته سخون وجربته بارد. اذا خويتوه على الكيكه سخونه يعني الكناج سخون، ديك الكيكه كتشربو نهائيا. والصراحه كتجي يعني حتى هي كتجي مزيونه ما نكذبش عليكم. يعني كتجي شاربه ديك الكناج. والا خليته حتى يبرد كيجي يعني المهم سائل ما كيكبش، هو ما كيرجعش مجمد. لانه خصكم اذا بغيتوه مثلا كطبقات خصكم الكناج هذا تعملوا له الجيلاتين. انا ما كنعملوش الجيلاتين، يعني كنخليه غير هيدا. وكما كتشوفوا يعني ملي كندوب هذا الشوكولاط والكريمه كنزيد لهم واحد المعلقه صغيره د الزبده باش كتعطيها البريو. الزبده يعني اختياريا، هذه غير على حساب البريو باش ديك الكيكه كتجي فيها ديك اللمعان. وبطبيعه الحال الكاناش كنخويه على الكيكه وهي باقه في المول. وإلا كان الكاناش سخون يعني كنخلي ديك الكيكه حتى كتشرب ومن بعد كنزولها من المول. وإلا كان الكاناش بارد كنخليها واحد ساعه د المكانه تقريبا في النبيره، ومن بعد كنفسخ عليها وساعه كيهبط عليها كيبقى سائح عليها من الفوق. انا غادي نوريها لكم بجوج الطرق اللي عملتها. يعني عملتها بالكاناش سخون وعملتها بالكاناش بارد. وهانتوما عاد تشوفوا الكيكه اللي غتبان لكم دابا هذه عاملاها بالكاناش سخون، اللي عندي مزوقه بفيديوش يعني بالفذاوج فذاوج الالوان. يعني ديك الصراحه كيقولوا لهم احنا انا كنسميهم فذاوج بالالوان، فذاوج د الشوكولاط. هاي عاد بالكم دابا هذه عملت لها الكاناش سخون، وانتم عاد تشوفوا المنظر كيفاش عامل. يعني كتجي رائعه الصراحه من داخل، كتجي رطبه ومزيونه بزاف. هذه اللي عملت لها الكاناش سخون. ودابا غادي نوري لكم اللي عملت لها الكاناش حتى برد، ملي برد وعقد. وهذه اللي عذبان دابا هذه عملتو لها بارد، يعني حتى برد ديك الشوكولات ساعه خويتو عليها من الفوق. هانتوما كيف كتشوفوا كيف عطات حتى هي عطات منظر رائع الصراحه. ولكن ما شرباتوش، ما الكيكه ما شربتش ديك الكاناج، بقى عليها هيدا من الفوق وتا هي كتجي لذيذه بزاف. وهذه هي الكيكه ديالي، ونتمنى تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء.
وجزاكم الله خيرا، وما تبخلوش عليا بمشاهدة ولو دقيقتين. وبارك الله فيكم، ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم الفكرة، ومع السلامة.